اليوم الاحتلال التركي يقوم بهجمة شرسة على شمال وشرق سوريا، ويقوم بقصف مناطقنا الآمنة وبقصف المدنيين والمشافي، ويقوم بضرب كل الأهداف المدنية، ويضرب الشعب الآمن في شمال وشرق سوريا. ونحن اليوم كشيوخ ووجهاء عشائر نطلب من الأمم المتحدة أو من المجتمع الدولي أن يتخذ قرار بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا، ويجب عليه أن يتخذ هذا القرار، لأنه آن الأوان في اتخاذ هذا القرار لردع هجمة تركيا الشرسة على شمال وشرق سوريا. نحن شعب آمن في بلادنا، ولا نريد البلاد أن تنجر إلى حرب كارثية في الشمال السوري. ونحن كشيوخ ووجهاء عشائر وكعشائر شمال وشرق سوريا ندعم ونقف خلف قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، لأجل ردع هذا العدوان التركي على بلدنا الآمن. محمد بركل، نائب الرئاسة لحزب سوريا المستقبل مجلس منبج. منذ يومين بدأ الطيران الحربي التركي بقصف عشوائي على كامل الشمال الشرق السوري، من مدينة تل رفعت إلى مدينة ديريك، بقصف ممنهج وبشكل وحشي ولا أخلاقي. وارتكز القصف على مدينة كوباني، هذه المدينة التي لها رمزية وقدسية في العالم، مدينة التي كانت قلعة الصمود في وجه التنظيم الإرهابي داعش. فهذه المدينة تارة أخرى منذ يومين وحتى تاريخ هذه اللحظة تتعرض للقصف من قبل الطيران الحربي التركي. هذا القصف يستهدف المؤسسات الخدمية والمؤسسات الطبية، ويستهدف الإعلاميين والصحفيين. وتم قصف مشفى كوباني الذي كان يعالج يسعف الجرحى. طبعا خلال هذا القصف وقع العديد من الشهداء، وهناك العديد من الجرحى. كل ذلك تقوم به الدولة التركية تحت ذريعة رد على العملية التفجير الإرهابية التي تمت في اسطنبول. ولكن هذه العملية هي نحن نعلم كسياسيين على أنها هي بفعل الدولة التركية، وخاصة حزب العدالة والتنمية الحزب الحاكم، فعلوا هذه العملية لخلق ذريعة لهم بهذا العمل الإرهابي في شمال شرقي سوريا وهذا القصف الوحشي. نحن في حزب سوريا المستقبل نرى هذه العمليات هي عملية عمل لا أخلاقي، عمل وحشي، عمل يستهدف المدنيين والمواطنين الآمنين، يستهدف هذا الاستقرار في هذه المنطقة، وهذا مخالف لكافة العهود والمواثيق الدولية، واعتداء سافر على سيادة دولة جارة. لذا نحن في حزب سوريا المستقبل نرى على المجتمع الدولي أن يتحمل كافة مسؤولياته، وأن يتخذ قرار بفرض حظر جوي على الشمال الشرقي السوري، وبوقف الطيران الحربي المجال الجوي الحربي التركي على هذه المنطقة. وأيضا نحن نرى ونطالب الدولة السورية أيضا أن تتحمل مسؤوليتها كصاحبة السيادة الشرعية، أن تطالب أيضا المجتمع الدولي بفرض حظر جوي على الأراضي السورية التي تتعرض لهذا القصف الممنهج الذي هو التفتت عليها الدولة التركية، خاصة حكومة العدالة والتنمية كدعاية انتخابية لإلهاء الداخل الغير مستقر، حيث تعلمون أن الوضع الداخلي التركي على صفيح ساخن،
وأن الاقتصاد التركي في حالة تدهور، وأن انتخابات الدولة التركية قادمة، فإن حكومة العدالة والتنمية وبشخص رئيسها تريد لفت أنظار المواطنين إلى الخارج لنسيان الداخل ولكسب الأصوات لحتى يكون رئيسا جديدا لفترة جديدة على أرواح المدنيين السوريين. وهذا يعلم المجتمع الدولي بأن هذه الدعاية الانتخابية لشخص أردوغان هو يكون ثمنه قصف البنية الخدمية وقصف المؤسسات الخدمية، خلق الذعر في هذا الشتاء القارس في كامل شمال شرقي سوريا. لذا على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويطالب ويتخذ قرار بفرض حظر جوي على كامل الشمال الشرقي السوري.